احمد في وقت معين كده كابتن صالح سليم الله يرحمه يعني رحمه الله عليه طبعا اسطوره النادي الاهلي طبعا اكيد. خد قرار ان احنا ما نلعبش في افريقيا. صحيح. فدي كانت بالنسبه لنا قهره ان انت نفسك تحقق القاب مع كل دي بطولات انت غابت عنك 5 سنين. في 5 سنين احنا ما لعبناش في افريقيا. هو كان سببها ايه وقتها؟ النواحي الماديه والسفر والاجهاد وان انت بتروح ترانزيت في حتت كتير قوي. وفي الاخر المقابل المادي ما كانش على اعلى مستوى. صح مظبوط. فهي دي اتغيرت اللوائح كلها من سنه 2001 بقى. اظن سمعنا كابتن من كباتن النادي الاهلي كابتن هشام حنفي، وراجل حضر الواقعه وحضر فكره وحضر. ممكن نوقف بقى تمثيل وتدليس وكذب. النادي الاهلي ساب البطوله الافريقيه واعتذر عنها او انسحب منها، مش عشان زعلان من ايه اللي عمله حال حكم في السوبر، كذب. عشان قالوا السفر والمصاريف، ده اكدوها كل الناس اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وساعتها صالح سليم وكل من حاولوا اكدوا الموضوع ده، واتكتبت. ابراهيم حجازي كتبها: اهلي بيصرف كتير قوي والعائد مفيش. هنلعب البطوله العربيه، وانا ازود لكم الشعر بيت. البطوله العربيه كان بينظمها الامير عبد الله الفيصل، اللي ولي النعم، اللي عمل الصاله بتاعه النادي الاهلي، واللي كان مدير اعماله كابتن صالح سليم نفسه. يبقى لما حضرتك يروح يراضيه ويلعب البطوله العربيه عشان يراضيه يقول لك اطلع قرشين وكده، ماشي. ما بتجيش تقول اصل ماتابيلا. هنزل لكم دلوقتي ماتابيلا المشكله بتاعته في 2006، يعني قعد 12 سنه يحكم بعد السوبر. فين بقى؟ اصل توقف، اصل الزمالك ايه. تالت حاجه الاصابه اللي عملها، طرد محمد يوسف لانه دخل مع في الاول الماتش. الحكم طلع قال كده: انا في بدايه المباراه كان ممكن اطرده، بس كنت افتكرت ان سوده بيمثل من كتر الالم، لان اللعيبه كتير بتمثل. حسين عبد اللطيف كسر مضاعف وطلع على نقاله، ففضل ما عرفش يعمل ايه يرجع في القرار. لما استؤنف اللعب مع اول كلاش عمله مع اشرف يوسف تقريبا، راح مديله الطرد. الناس كلها شافت الكلاش الاخير وطردوا ليه، مش فاهمين. فهمت ليه؟ بس يا حبيبي هو ده الظلم الرهيب. وقصه بطرس ماتابيلا الحكم المرتشي، يا كذابين.